الغدا بقى النهارده كده كان سمك مقلي ومعاه رز وطحينه وحبه سلطه كده. عايزه اقول لكم السمك طالع من غير زيت خالص، يعني مقرمش كده وتيجوا شايفين شكله. انا عايزه كان نفسي بقى اوريكم الصوت وهو بيقرمش كده وانا بقطعه قدامكم، وكمان عاملينه بتتبيله حلوه ومميزه. هوريها لكم النهارده بقى، هوريكم السمك انا بعمله ازاي في البيت وبعمل الرز وكل التفاصيل بتاعته. معايا هنا كده راس توم مفرومة ناعم زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بمكعب من العصير ليمون. خلي بالكم انا بجيب الليمون واعصره في قوالب التلج واحطه في الفريزر واطلع منه واستخدمه على طول، بيبقى حلو جدا. حطيت كمان معلقتين 3 خل، وضفت عليهم كده كمون وحبة فلفل اسمر، وهضيف كمان دلوقتي عليهم ملح، وضفت عليهم معلقة كده من البهارات او توابل السمك الموجود عندك هيبقى حلو جدا. وهضيف كمان معلقة كبيرة من المستردة، دي بقى بتدي طعم التتبيلة بتاعت السمك حلوة جدا. وهضيف عليهم اهو الملح، وهقلب بقى كل ده مع بعض كده كويس. وهنزل عليهم بحبة مية صغيرين علشان ما يبقاش الخلطة بتاعتي تقيلة، لا تبقى مظبوطة يعني. هقلب كده كويس اهو، وهضيف كمان حبة مية عشان لقيتها تقيلة شوية، وهو مكعب الليمون كمان هيفك مع المية وهيبقى كويس. هجيب بقى السمك، هكون غسلاه كويس جدا ومصفياه بالشكل ده. هجيب كده اتبله بالتتبيلة اللي انا عملتها معاكم دي كويس جدا. بتبله بقى من جوه ومن بره كويس خالص بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعدين بقى بسيبه طبعا في التتبيلة دي شوية علشان يتشرب التتبيلة اللي انا بتبله بيها دي، ويبقى كده يعني كله كده واخد من طعم التتبيله. شايفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتبل معاكم واحده كمان اهو، وطبعا بقفل السمكه علشان تشرب الحياء بتاعها او التتبيله بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. كمان كده من جوه كده كويس جدا. اخلي كل حاجه فيه متبله بالثوم والخل والليمون والمستردة اللي احنا حاطينهم والتوابل بتاعتنا. بعد كده بقى هسيبه بقى في التتبيله. نروح نعمل الرز. جبت هنا كده بصلايه كبيره مبشوره او متقطعه قطع صغيره حسب ما انتي حابه، بس هي القطعه الصغيره هتبقى افضل معاكي. وحطيت عليهم حبه زيت وقعدت قلبتهم لغايه اما تكرملوا معايا بالشكل ده. نزلت بقى بالرز بتاعي وهفضل اقلبه كده شويه مع البصل. شايفين ده لون البصله هيبقى كده مظبوط خالص معاك الرز. وهنقلب كده كويس جدا. وهضيف بقى على الرز ملح وكمون بس، يعني مش هضيف له اكتر من كده. هنزل عليه كمان ميه مغليه طبعا هتغطيه. اهم حاجه انت تكوني مغطيه الرز بالميه. وهنضيف الملح والكمون وهنقلبه كويس جدا. وطبعا هنا في المرحله دي تدوقي بقى طعم الشوربه بتاعته اذا كانت عايزه ملح ولا لا. هسيبه بقى يغلي. وبعدين هجيب هنا كوبايه من الدقيق، ضفت عليها معلقتين من النشا وكمان توم بودره، وهضيف بعديهم كمان رشه صغيره كده من الملح علشان الدقيق يبقى متبل ومتملح كده وطعمه حلو. شايفه قلبته بالشكل ده. وهضيف قدامكم برضو اهو نص معلقه كده من الملح. مش بتكتري من الملح لان السمك متبلينه كويس من بره ومن جوه. وهنقلب كويس جدا كده الدقيق. طبعا النشا بيدي قرمشه للسمك وما يخلوش يشرب زيت. وهبدا كده اخد السمك بتاعي وانزل في الدقيق واقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه بقى ما اتبل السمك كويس جدا بالدقيق. واهم خطوه بقى ان انتي هتنفضي السمك كويس جدا جدا من الدقيق، ما يبقاش فيه دقيق كتير منه الزيت بتاعك ما يتحرقش بسرعه، وكمان ما يشربش زيت. يعني كل ما تنفضيه كويس مش هيشرب زيت خالص معاكي اهو. شايفه بالشكل ده. على الطاسه بقى كده سخنه فيها زيت سخن كده مش قوي، يكون متوسط علشان ما يتحرقش منك وفي نفس الوقت يكون ني من جوه. هنزل بقى بالسمك زي ما انتم شايفين كده، وهقلبه بقى لغايه ما ياخد معايا اللون الذهبي ده من بره وش وظهر كده. وبعدين هصفيه كويس جدا وانا بطلعه من الطاسه واحطه على مناديل مطبخ. هجيب بقى هنا عندي كده طحينه، ضفت عليها يعني ربع كوبايه من الزيت تقريبا، وهقلبهم كده كويس عشان تتقل معايا شويه الطحينه. وهنزل بقى كده بالخل، طبعا ربع فنجان خل، ومعلقه بقى كده او بمضرب يدوي اي حاجه عندك هتقلبيهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هنزل بمعلقه من الثوم صغيره،
وهضيف دلوقتي عليهم كمان معلقة من الكمون. طبعا الكمون حسب الرغبة، عايزة تقللي عايزة تكتري براحتك. وهنضيف عليه المية ونبدأ بقى نقلب كويس جدا لغاية اما القوام بتاع الطحينة يتقل معايا وياخد القوام المظبوط. وهنزل عليه كمان بالملح. يبقى الطحينة ضفنا عليها توم وخل وملح وكمون وحبة زيت. تمام. وهقلبهم بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكده تبقى الطحينة جاهزة معايا. ده بقى الرز بعد ما استوى، هو غرفناه كده في القالب عشان يبقى شكله حلو، وضفته كده في الطبق قدامكم. وكمان هنضيف معاه طبق البولة بتاعة الطحينة بالشكل ده، وهنضيف كده حبة خيار على طرف الطبق كده يديله شكل جمالي حلو. مش معنى ان احنا بناكل في البيت يبقى اكلنا شكله مش حلو، لازم يبقى شكله. عايزه اقول لكم بقى الرز بالطريقه دي بيبقى طعمه حلو جدا. وده بقى شكل السمك اهو بعد كده ما حطيناه في طبق التقديم، وحطينا حوالين منه كده حبه خيار وكمان حبه كده من الخضره على الوش كده، هيديكي شكل حلو جدا. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي، الف هنا على قلبكم.